ازاي تختار صحاب ما يبوظوش حياتك ويدمروها؟ الاول كده انا مش جاي اقول لك الكليشيهات السخيفه بتاعت ابعد عن صحاب السوء والحاجات دي، لو صاحبك بيعملها يبقى انسان وحش، والكلام الاهبل ده ما كلنا عارفين ده. وسوري يعني انت مش عيل صغير عشان اجي انا اقول لك الكلام ده، لا خالص. انا جاي اكلمك في حاجه تانية خالص وحاجه اعمق بكتير، وهي ايه الحاجات اللي لو موجودة عند صاحبك فلازم تقطع علاقتك بيه فورا، مهما كان حد محترم وبيحبك وبيحب لك الخير وشخص كويس مش وحش اهو زي ما بقولك، وانت كمان بتحبه، الا انك لازم تقطع علاقتك بيه فورا لانه هيبوظ حياتك مع انه شخص جميل. ويتهيألي الجملة الغريبة الصادمة دي محدش كلمك فيها قبل كده. انا هكلمك في كام فكرة ممكن تشوفها متطرفة شوية او عنيفة او غريبة حبتين، فعشان كده حبيت اقولك في الاول انا مش بنظر عليك، بالعكس انت ممكن تكون فاهم اكتر مني، والفيديو ده مجرد فضفضة لقيت نفسي فاضي قلت افتح الكاميرا واشارك معاك فكري الغريب شوية، واللي انا متقبل انه ممكن يبقى غلط عادي جدا، لكنه بيساعدني في حياتي بشكل ما، وما عنديش شك انه هيساعدك انت كمان جدا. حبيت اقول ده في الاول لاني بتكلم من غير مونتاج او تزويق، وهقول كلام غريب شوية ومش هيعجب كل الناس. الاول خليني اقول لك ايه الفخ او الحفرة اللي كلنا بنقع فيها فيما يخص الصحاب واختيارهم. الخطورة في الموضوع ان مفيش حاجة اصلا اسمها اختيار الصاحب، انت مش بتنقيه او بتقيمه او بتعمل له انترفيو، الفكرة دي مش موجودة اصلا. يعني مثلا اما حد بيجي يتجوز او يختار شريك حياته، الكويس شوية في الموضوع ان في عملية اختيار واضحة وصريحة، بيبقى عندك لستة صفات معينة المفروض تبقى موجودة في الشخص اللي انت ترتبط فيه، وبتقابله بتشوفه مناسب ليك او لا. فعملية الاختيار الواضحة الصريحة دي بتخلي الدنيا كويسة شوية. على العكس بقى، انت الصاحب مش بتختاره في اغلب الاحيان، انت بتلاقيه جوه حياتك كده وخلاص. يعني ممكن واحد صاحبك دمه خفيف وانت بترتاح معاه، فتلاقي نفسك حبيته ودخل حياتك وفجأة كده بقى صاحبك وخلاص. دي مش دايما حاجة حلوة زي ما بنفكر، وهقول لك ليه دلوقتي. فعايز اقول لك دلوقتي قاعدة عامة كده بالنسبة لي، يعني هي الاساس اللي لازم تبقى حاطه قدام عينك وانت بتفكر في صحابك او في الناس اللي في حياتك عموما. وهقول لك كذا فلتر كده لازم تمرر صحابك عليهم، وحتى صحابك الكويسين اللي موجودين في حياتك بالفعل، عشان تحدد مين منهم ينفع يكمل ومين ما ينفعش. والحاجات دي لو موجودة في واحد صاحبك لازم تقطع علاقتك معاه، حتى لو كنت بتحبه، حتى لو كان قريب منك، حتى لو كمان هو شخص كويس. مش بقولك انه هو وحش فلازم تبعد عنه والكلام اللي كنا عارفينه ده، لا هو كويس الا انك لازم برضو تبعد عنه، لانه مع انه كويس لانه هيبوظ حياتك. وعشان كده كنت بقولك في الاول الكلام ده مش كل الناس هتقبله وده عادي. عشان اقولك القاعدة دي فاحلى حاجة اننا نبدأ الامور من الاول كده ونرجع الاشياء لجذورها. هو عشان تعرف حد كويس او وحش ليك لازم تعرف الاول هو ايه الصاحب ده، شغلانته ايه يعني، انت ليه اصلا عايز انه يكون عندك صحاب، ايه الفايدة اللي بيقدموها لحياتك. ببساطة وظيفة الصاحب انه بيساعدك انك توصل لهدفك بشكل احسن او بشكل اسرع. وظيفته انه بيهون او بيسهل عليك الرحله، ايا كانت الطريقه اللي بيقف جنبك او بيدعمك بيها، سواء بيدعمك بالمجهود او بوقته او بيدعمك نفسيا، او ايا كانت الطريقه اللي بيدعمك بيها في رحلتك. هو بيساعدك انك توصل لهدفك وانت كمان بتساعده انه يوصل لهدفه. ويا سلام لو انتوا الاتنين هدفكم واحد، ده يبقى احلى واحلى. هقول لك مثال مهم جدا يخلي الكونسبت او الفكره دي تتغرس في دماغك ويقول لك انا قصدي ايه. النبي عليه الصلاه والسلام كان ايه هدفه في الدنيا؟ كان هدفه انه ينشر دين الاسلام ويوصله لنا. طيب ما دام ده هدفه ودي مهمته الواضحه اللي جاي الدنيا عشان يعملها، فلو ما عندوش اصحاب بصفات معينه تساعده على اداء المهمه دي، اذا اصحابه هيعطلوه بدل ما هيساعدوه، بل ممكن يكونوا عبء عليه كمان ويخلوا المهمه بتاعته تفشل. لذلك صحابة النبي أمثال سيدنا أبو بكر الصديق وغيره كان لازم يبقى عندهم صفات معينة، زي مثلا العقل المتفتح. لازم يبقى عقلهم متفتح عشان يقدروا يفهموا ويستوعبوا فكر جديد ومختلف، ما ينفعش حد منهم يبقى عقله مقفل. وبرضه صفة زي الجرأة عشان يقدروا يمشوا في عكس الاتجاه اللي الناس ماشية فيه وقتها، ما ينفعش حد منهم يبقى جبان. لو صحابة النبي كانوا أحسن ناس في الدنيا بس ما كانش عندهم الصفات دي، فبكل بساطة ما كانش ينفع أنهم يبقوا أصحاب النبي ويساعدوه في هدفه. المفروض بقى أننا نعمل كده مع الناس اللي في حياتنا بالظبط، لكن طبعا مع حفظ المقامات، أنا مش بقارن أكيد، لكن الفكرة واحدة. أول حاجة أنك تبقى عارف أنت إيه الحاجة اللي أنت عاوزها في حياتك، وتشوف بعد كده الناس اللي في حياتك دول ووجودهم هل بيساعدك انك توصل للحاجة دي ولا لا. ودي
القاعدة الكبيرة اللي حبيت اقولها لك كده في الاول لانها الفلتر الكبير، اول واهم فلتر اللي لازم تعدي كل الناس اللي موجودين في حياتك عليه، واللي ما يعديش منه يطلع بره. يعني مثلا لو انت من اهدافك في الحياة انك نفسك تعيش عيشة بسيطة وهادية، وده هدف جميل بصراحة، وليك واحد صاحبك هو محترم وكويس جدا لكن مشاكله كتير قوي، فده مش هيضيف هدوء لحياتك، ده هيضيف مشاكل وتوتر وقلق. ومش بقول هنا ان لو في واحد صاحبك عنده مشكلة انك متقفش جنبه، لا، انا بقول لو هو طبعه ان هو بتاع مشاكل وانت نفسك تعيش عيشة هادية، فما ينفعش تفضل معاه وتقول لا بس ده صاحبي من زمان والعشرة والعيش والملح والكلام اللذيذ ده. زي ما برضو ما ينفعش انك تفضل معاه عشان حاجات تانية عاجبك فيه، زي انه دمه خفيف او جدع او غيره. يعني كل ده فوق دماغنا، بس انتوا اتجاهاتكم في الحياة مختلفة، وجودكم مع بعض هيضركم انتوا الاتنين. كل واحد بيبقى نفسه يعيش حياته بطريقة معينة، وده حقه على فكرة. فلو صاحبك مش بيساعدك انك تعيش بالطريقة اللي انت عايزها، شيله فورا من حياتك. وبما ان دي يعني مجرد دردشة، فهقول لك مثال عني انا ازاي بحاول اطبق القاعدة دي في حياتي. في فلترين لو واحد صاحب ما عداش عليهم ما ينفعش باي شكل من الاشكال انه يكون قريب مني، لازم اطلعه من حياتي فورا مهما كان جدع ومهما كنت بحبه. اول فلتر هو الوضوح، دي صفة أنا بقدسها بشكل شخصي. فلازم أي واحد صاحبي يكون واضح مع نفسه، عارف هو عايز إيه من الدنيا، ولو مش عارف دلوقتي مفيش مشكلة خالص، ممكن يعرف بعدين، لكن على الأقل يكون بيحاول يعرف. والوضوح صفة أساسية عنده، يعني عارف هو شاطر في إيه، وحش في إيه، عنده مشاكل إيه، عنده يعني درجة ما من درجات الوضوح مع نفسه. مش عايش كده زي الطور اللي ماشي في البرسيم مش عارف هو بياكل منين ولا رايح فين ولا جاي منين. انا اسف على اللفظ يعني، بس انت فاهم قصدي. تاني فلتر هو الدراما. لو في حد في حياتي بيعشق الدراما، بيحب على طول يعيش في دور الضحية، بيحب يشتكي من اقل حاجة، فورا بطلعه من حياتي، لانه هيديني طاقة سلبية وهيكون مشتت كبير ليا، وانا عندي اهداف وعايز احققها وهو هيعطلني جدا. وما تفهمنيش غلط تاني، برضو مش قصدي اقول ان لو صاحبك عنده مشكلة سوري انك ما تسمعلوش، لا، بس بتكلم لو ده الوضع الافتراضي والطبيعي بتاعه، هو على طول دايما شكاي. وفي حاجات تانية كتير طبعا اكيد مش الاتنين دول بس، لكن كده يعني ابقى اديتك مثال عشان تقدر انت بقى بشكل عملي تقيم وتشوف الاهداف اللي عندك ايه، والصفات الضرورية لتحقيق الاهداف دي ايه، والصفات اللي انت بتحبها او تكرهها عموما، وتيجي بقى تشوف الناس اللي موجودة في حياتك وضعهم ايه من الصفات دي ومن الكلام ده، واللي مش مناسب ليك ولطريقة الحياة اللي انت عاوز تعيشها فورا تشيله من حياتك قبل ما يبوظها. فدي كانت اول نقطة. تاني نقطة عايز اكلمك فيها، وهي لو انت شخص عنده تارجت صعب في الحياة، في حاجة كبيرة نفسك تعملها، نفسك تبني شركة كبيرة، تبقى طبيب كبير، تبقى ماهر او شاطر جدا في وظيفة معينة صعبة، تحفظ القرآن كله، تاخد بطولة رياضية معينة، ايا كان. فصاحبك لازم يكون عنده حاجة كبيرة زي دي، مش شرط نفس الحاجة بس حاجة زيها. ما ينفعش يكون مشتت ليك في رحلتك، لان لو انت مجتهد وطموح وصاحبك ده يعني جدع وكويس وكل حاجة لكن كسول ولعبي، هيكون مشتت جدا جدا ليك في رحلتك. النهاردة يلا نجرب المطعم الفلاني، بكرة يلا نعمل معرفش ايه. فطلعه دلوقتي من حياتك وانت لسه بتحبه، لانه لو بطأك في رحلتك انت هتكرهه مع الوقت، هتكره الأثر اللي عمله في حياتك. ودي للأسف حاجة أنا جربتها قبل كده. تالت نقطة وآخر نقطة في موضوع اختيار الصحاب ده، لو مفتكرتش حاجة تانية يعني، وهي إن صاحبك لازم يكون عنده حاجة أحسن منك. ما ينفعش تبقى أنت أحسن من صاحبك في كل حاجة، لأن كده هو هيتعلم منك كل حاجة وانت مش هتتعلم منه اي حاجة خالص. وده تمام بالمناسبة، بس انت كده معلم او منتور او موجه ليه، هو كده مش صاحبك، هو كده تلميذك. يعني انا كهاني لازم صاحبي يبقى اشطر مني مثلا في حتة الشغل والكارير، فكده في حاجة اتعلمها منه، او انجح مني ماديا، او احسن مني في حتة الصلاة والعبادات ودينيا وروحانيا احسن مني، او مجتهد وبيشتغل اكتر مني فيحمسني ويشجعني ان اشتغل زيادة، او هو بيروح الجيم بانتظام وانا ما بروحش فيشجعني ان اروح كده. يعني في حاجة معينة هو احسن مني فيها فيشجعني سوري، ويخليني اتحمس وابقى شاطر زيه فيها، وانا برضو اشطر منه في حاجة تانية عشان يتعلمها مني ويبقى شاطر زي فيها. واللي هي دي وظيفة الصاحب، زي ما كنت بقولك في الاول، انه بيساعدك في رحلتك، لكن
بنفس المنطق كده، فصاحبك ما ينفعش يبقى احسن منك في كل حاجة، لان في الحالة دي بقى انت اللي هتبقى عبء عليه، لانك بتتعلم منه كل حاجة وبتاخده بس، وانت مش بتضيف له اي حاجة. وهو كمان هيبقى عبء عليك، لانه هيكون محبط ليك، انت مش عارف تواجهه في اي حاجة. هو كده مش في الليفل بتاعك، هو كده ليفل اعلى منك بكتير، وكده العلاقة مش هتكون كويسة. لان انا بفهمش في الحتة دي، بس يتهيأ لي ان اي علاقة عشان تبقى كويسة لازم تبقى تبادلية ومتكافئة، تبقى بتاخد وبتدي. انا قلت كلام كتير يخليك فاكر اني اكتر حد واطي في الدنيا مع اصحابه، لكن ابدا والله، ومش بقولك تبقى واطي. انا كل اللي بقوله لك تفلتر الناس وتقللهم، لان انت لو عملت كده انت اصلا هتبقى جدع اكتر مع اصحابك. لان لو عندك 10 اصحاب بس مش جودتهم عالية، استبدلتهم بتلاتة كويسين، ساعتها فعلا تعرف تبقى جدع معاهم، وتعرف لو حد فيهم وقع في مشكلة انك تقف جنبه من غير ما تيجي على نفسك ولا على اهدافك. ولو حتى جيت على نفسك في مرة، فساعتها تبقى بتيجي على نفسك عشان حد فعلا يستاهل، عدى من الامتحان بتاعك، فيستاهل وقتك ومجهودك واهتمامك. الفيديو ده كان مختلف شوية عن الحاجات اللي بتكلم فيها في العادي، لكن حبيت أفضفض وأقول لك الكام فكرة اللي عندي بخصوص الموضوع ده، لأنه مهم. وبصراحة كنت خايف أطلع أقول الكلام ده، لأن الكلام ناشف حبتين والناس ما بتحبش ده. لكن فكر كده كويس في الكلام ده، وخد بصة كده من فوق على البيئة اللي حواليك من صحابك عاملة ازاي، طبقا يعني المعايير اللي قلتها لك. ولو كانت البيئة دي محتاجة تغيير، فمش مهم خالص انك تغيرها دلوقتي على فكرة، لكن على الأقل تبقى واخد بالك، لان صدقني ده هيفرق معاك جدا، والله بقولك ده بمنتهى الصدق. شكرا لوقتك، واشوفك الفيديو الجاي.